قصة الطريق إلى المجد. مستوحاة من رحلة لولا الظروف من أزقة القرية إلى قمة المجد بدعم إلياس المالكي. في قرية صغيرة بأطراف المغرب، كان سعيد العوني، المعروف بلقب لولا الظروف، شابا بسيطا يملأ قلبه حلم كبير. كان عاشقا لكرة القدم منذ صغره، يلعب في أزقة الحي بكرات مصنوعة يدويا، وفي كل مرة يسجل هدفا كان ينظر إلى السماء، وكأنما يعاهدها بأن يكون يوما ما بين الكبار. لكن الظروف كانت له بالمرصاد. لم يكن لسعيد الموارد اللازمة للتدريب في أكاديميات كرة القدم، ولا حتى شراء أحذية رياضية لائقة. كان يعمل نهارا في سوق القرية لمساعدة عائلته، ويلعب كرة القدم ليلا تحت ضوء القمر. رغم كل الصعوبات، لم يتخلى عن حلمه يوما، وكان يردد دائما: لولا الظروف لكنت اليوم نجما كبيرا. ظهور إلياس المالكي. في الجهة الأخرى، كان هناك شاب مغربي آخر يدعى إلياس المالكي، لكنه اتخذ طريقا مختلفا. إلياس، المعروف كيوتيوبر بارع، اشتهر بفيديوهاته التي تمزج بين الترفيه والإلهام. كان دائما يبحث عن قصص تلامس القلوب، يعرضها على قناته ليبعث الأمل في نفوس متابعيه. إلياس لم يكن مجرد صانع محتوى، بل شخص يؤمن بأن النجاح الحقيقي يكمن في مساعدة الآخرين لتحقيق أحلامهم. عندما وصلته قصة سعيد العوني عبر أحد المتابعين، تأثر بها بشدة. كان سعيد حينها قد بدأ نشر مقاطع فيديو بسيطة لمهاراته الكروية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت إعجابا كبيرا وانتشرت كالنار في الهشيم. لقاء المصير. قرر إلياس مقابلة سعيد بنفسه. انطلق إلى قريته، وهناك التقى بالشاب الذي أصبح رمزا للأمل رغم قلة الإمكانيات. في ذلك اليوم، جلس الاثنان تحت شجرة الزيتون القديمة التي كانت شاهدة على أحلام سعيد. تحدثا طويلا عن الأحلام والمعاناة، عن العمل الجد والإصرار، وعن الأمل الذي لا يموت. وعد إلياس سعيدا بأنه لن يتركه وحده، وأنه سيستخدم شهرته وتأثيره لمساعدته في تحقيق حلمه. لم يكن هذا وعدا فارغا، بل خطوة حقيقية نحو تغيير حياة لولا الظروف. الفرصة الذهبية. بفضل دعم إلياس، حصل سعيد على فرصة للمشاركة في دوري الملوك، وهي بطولة تجمع بين المواهب الشابة من مختلف أنحاء المغرب. لم يكن الطريق سهلا، فالمنافسة كانت شرسة، لكن سعيد كان مختلفا. لعب بكل قلبه، وكأن كل تمريرة وكل هدف كان يثبت أنه يستحق مكانه بين الكبار. في كل مباراة، كان سعيد يدهش الجماهير بمهاراته وروحه القتالية. ومع كل خطوة، كان إلياس حاضرا، يشجعه وينشر مقاطع عن نجاحاته على قناته، مما زاد من شعبيته وجعل قصة لولا الظروف حديث الجميع. لحظة التتويج. في المباراة النهائية، وقف سعيد على أرض الملعب، يحمل آمال قريته ودعم إلياس في قلبه. كانت مباراة صعبة، لكن بفضل عزيمته، سجل الهدف الحاسم الذي منح فريقه الفوز بالبطولة. في تلك اللحظة، انهمرت دموعه. لم يكن هذا فقط فوزا في مباراة كرة قدم، بل انتصارا على كل الصعاب التي واجهت. على المنصة، رفع الكأس بيديه، وأهداه لكل من آمن به، وخاصة إلياس المالكي الذي كان له دور كبير في هذه الرحلة. بداية جديدة. لم يكن فوز سعيد نهاية القصة، بل بدايتها. أصبح وجها معروفا في عالم كرة القدم، وحصل على عقود مع أندية مرموقة. أما إلياس،
فقد واصل دوره كمصدر إلهام للشباب، مستمرا في دعم المواهب الشابة ونقل قصص النجاح للعالم. قصة لولا الظروف، وعبقرية إلياس المالكي أصبحت رمزا للأمل والمثابرة. هي رسالة لكل من يواجه الصعاب بأن الإيمان بالذات والعمل الجاد يمكن أن يغير المصير. شكرا لحسن تتبعكم. ادعموا القناة لتستمر الرحلة معكم.